بعد هزيمة 1967 كان الكل يظن إن العرب انتهوا. الجيش المصري خسر أراضيه والدنيا كلها شايفاه ضعيف، لكن تحت الرماد كانت النار بتتجمع، جنود بيتدربوا في صمت وخطط بتتكتب تحت الأرض، وقائد قال جملة غيرت التاريخ: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. في تمام الساعة 2 ظهرا انطلقت صيحة مدوية: الله أكبر، وحوالي 220 طيارة مصرية ضربت مواقع العدو في توقيت واحد بدقة مذهلة، وفي أقل من دقايق بدأت المدافع وبدأت المعجزة. قناة السويس اللي كانت العدو بيعتبرها مستحيل تعديها اتحطمت فكرتها في ساعات. أبطال من سلاح الهندسة فتحوا ثغرات في الساتر الترابي بخراطيم مية، فكرة بسيطة بس كانت عبقرية. أكتر من 80 ألف جندي عبروا في أول 6 ساعات. العدو كان واثق إن خط بارليف لا يقتحم، لكنه وقع قدام عزيمة المصريين، الدبابات والصواريخ والمظليين. انهار النظام الدفاعي في أقل من يوم. في الأيام اللي بعد العبور تم أسر مئات الجنود الصهاينة، سقطت حصون خط بارليف واحدا تلو الآخر. ظهرت بطولات ما تتنسيش: عبد العاطي صائد الدبابات، إبراهيم الرفاعي، والمقاتلين اللي كان شعارهم يا نصر يا شهادة. وفي أقل من أسبوع انهزت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، واتحررت سيناء تدريجيا، واتغيرت خريطة الشرق الأوسط إلى الأبد. في وسط كل ده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما تخرج أسألك سؤال: لو كنت واحد من الجنود دول هتختار تكون على الضفة ولا أول واحد يعبر القناة؟